اسمح لي نقول لك ان عندي واحد الفرحة اللي كبيرة، وفي نفس الوقت قلبنا وعقلنا مع الأشياء اللي وقعت في أسفي. وبهذه المناسبة كنعزيو نفوسنا في الضحايا ديال الفيضانات ديال أسفي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. رجوعا للمقابلة، كنظن على أن بكل صراحة كيف ما قلت من قبل، المقابلة تكون صعبة ضد منتخب متمرس عنده لاعبين جيدين، خصوصا في وسط الميدان وفي الهجوم، بتقنيات كبيرة. عندهم قدرة باش يخترقوا الدفاعات ديال الخصم وسط الميدان ويديروا عندي زيكيليب في الفريق الخصم. بالنسبة لنا كنظن على أنه كانت المفتاح ديال المقابلة كان كيكمن في الذكاء ديال التعامل مع مجريات المقابلة. كنظن بأن اللاعبين في الأول الحمد لله مشكورين على الانضباط التكتيكي ديالهم اللي ابانوا عليه في الاول، في الشوط الاول. كذلك على الطريقه ديال التعامل مع مجريات الشوط الاول، كنظن بان كنا افضل في الشوط الاول. في الشوط الثاني كنا عارفين بان المنتخب الاماراتي غادي يرمي بالثقل ديالو اكثر، غادي يصعب لنا الماموريه. الشيء اللي حصل ما سهلوش علينا الماموريه بتاتا، لكن بقينا متماسكين في ذاك لو طون فيبل ديالنا، بقينا ما تسجلش علينا شيء اللي ايجابي. كذلك عانينا في واحد الفتره من الفترات، ومن بعد الحمد لله ربي وفقنا اننا درنا دي شونجمون اللي كانوا جيدين الحمد لله، واللي قلبوا المقابله راسا على عقب، وتمكنا من تسجيل الهدف الثاني والهدف الثالث. سعيد كثير بالنتيجه. انا اسعد اكثر بالمجموعه اللي معايا ديال هاد الرجال هادو. بكل صراحه الا كاين شي دي زيلوج اللي يمشيو فهما خصهم يمشيو لهاد الرجال هادو. القلب ديالهم مره واحده اخرى، الروح ديالهم، الاحساس ديالهم بالمسؤوليه. هذه اشياء ديما كنقولها ونعاودها، ولكن هي اللي دايره الفوارق خصوصا في ارض الملعب. عندنا مجموعه افيك دي فالور كبار، اسره حقيقيه ماشي بالكلام، وكيبينوا عليها. وعندنا واحد الحس كبير ديال الوطنيه. الرايه ديالنا فوق كل اعتبار، كندخلوا من اجل حقيقه من اجل الدفاع على الرايه الوطنيه. وشكرا لهم على كل ما كيديروا من بدايه المشوار الى اليوم، لكن مازال باغيين ما هو افضل ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا. بكل صراحة الكوتش ما خلاني ما نقول، حيت الكلام اللي قال في حقنا راه كبير بزاف. وبكل صراحة حسيت بواحد الإحساس رائع كنحس به أول مرة، اللي كتسمع المدرب الفريق سي طارق انه كيتكلم بهذه الطريقة هادية، وانت حداه انك وسط التيران تعمل أي حاجة انك تاخذ الماتش. رجعوا المقابلة. طبعا المقابلة في الأول مرة ما كانت سهلة. بكل صراحة في الأول لقينا شوية صعوبة، حتى داز واحد 30 دقيقة استطعنا أننا نسجلوا في 30 دقيقة الأولى، وبقينا مجريين المباراة. الحمد لله سالينا الشوط الأول بهدف ل0. هذا هو الهدف ديالنا اللي دخلنا على أننا نسجلوا. وطبعا كما قال الكوتش عندنا في الدوزيام ميطا هما عاودوا علينا شويه. الحمد لله استطعنا اننا نجيروا في الامور اللي ما كناش فيهم مزيانين. الحمد لله استطعنا اننا نسجلوا الهدف الثاني والهدف الثالث، وسهل علينا المأمورية اننا ندوزو النهائي. وكتسنانا مباراة اللي باجينا عليها ان شاء الله ان باش ناخذوا اللقب ان شاء الله. هي مباراة اليوم الخميس ان شاء الله، هي اللي مهمة. شكرا. بالنسبه كيف ما سبق لي وذكرت، هي الضغوطات ديالنا ما عندهاش علاقه بالمقابله. الضغوطات ديالنا عندها علاقه بالاحساس بالمسؤوليه، عندها علاقه بالرايه الوطنيه، عندها علاقه بتشريف كره القدم، عندنا ابعاد اخرى. مقابله كتبقى هذيك 90 دقيقه فيها منتصر، فيها منهزم، فيها تعادل. بطبيعه الحال كنديروا كل شيء باش ننتصروا، ولكن الا تسولني انا على الضغوطات غنقول لك بان الضغوطات نابعه
من حبي لكرة القدم الوطنية. ما تنساش بأنني حملت الراية الوطنية منذ نعومة الأظافر ديالي، دوزت لي كاتيجوري كاملين ديال المنتخبات من المينيم حتى ليكيب أ. كنت كنعرف حق المعرفة شنو كيعني حامل القميص الوطني، عنده أبعاد كبيرة بزاف كتعدى كرة القدم. ويمكن هذه من الأشياء اللي عندنا مهمة واللي كنمروها، وبعدا نجاوبك على السؤال ديال الشق الثاني من السؤال ديالك، كنمروها كو في لي سيونس افون لي سيونس دونطريمون ولا في لو سبيتش او لا في ان روتور سور ان ماتش اللي ديجا تلعب. فديما معنا الرايه الوطنيه. ويمكن نقول لك بان الا مشيتي تشوف الحيثيات او التفاصيل ديال النشيد الوطني ديالنا غادي تفهم اشياء كثيره وكثيره بزاف. وكتبدا العنوان الكبير هو الدفاع على الوطن المغرب. ومنتدى السؤدد وحماه راه عندها معاني كبيرة بزاف كذلك، بلد الحضارة، بلد النور، وأشياء كثيرة من هذا القبيل. فكنظن على أن هذه من كما تنقول دائما من الشعلة ديالنا اللي كتحركنا باش أننا كنمشيو للأمام، لأن لو كوتي تكنيكو تاكتيك كلشي عنده. كنظن بأن المقابلات اللي تلعبوا مقابلات كانوا سهلين، راه حنا لاعبين ضد منتخبات اللي عندها لاعبين مهمين على غرار المنتخب الاماراتي. اليوم لعبنا اي مقابله لعبنا فيها راه ما كانش الامور سهله، كل منتخب بالخاصيات ديالو. لو كوتي تكنيكو تاكتيك راه تقريبا يمكن يكونوا فوارق قليله اللي كذلك يمكنها كتعوض بلو كوتي مونطال عند واحد الفرقه. يمكن لا تولي هي افضل منك وما يبانش كاع التفوق ديالك سوغ لو كوتي تكنيكو تاكتيك، واني فاش كتكون الامور نابعه من القلب فهنا فين كيدار لا ديفيرونس. ولهذا مره واحده اخرى عاوتاني غادي نشكر الرجال انه بطبيعه كنتشرفوا اننا عندنا رجال ماشي لاعبين بكل صراحه. شكرا لك. شوف اولا كنشكرك بزاف على هاد الكلمات هادو اللي قلتي، وحاشا بالعكس. حنا شوف حتى فاش كتكونين كريتيك فانا ديما كناخذها من باب ديال حب الوطن والغيره على كره القدم الوطنيه، وكنحاول دائما ناخذ منها الاشياء اللي تضيف لنا. مره واحده اخرى بكل تواضع وبراس صغير، بالعكس كنعرف بان نتوما كصحافه عندكم واحد الحب كبير لكره القدم، وشنو غادي تبغيو نتوما من غير ان المنتخب ديالكم يكون جيد ويكون في مستوى كبير. فلا حاشا، بالعكس ما محتاجينش تنزلوا راسكم، بالعكس سعداء بكم وسعداء بالعمل اللي كتعملوا وسعداء بالتوجيهات ديالكم اللي كديروا واللي كتعطينا كذلك واحد الدافع باش اننا نزيدوا للقدام او نصلحوا من نفسنا. هذا من ناحيه. احنا ما عملنا الا الواجب ديالنا. الواجب ديالنا هنا وجينا في اون ميسيون واضحه المعالم، هو اننا نتوجوا، هو ان المغرب يكون اي مغربي يكون راسه مرفوع وسط العرب وفي العالم. ولحد الان الحمد لله ربي موفقنا، نتمنى من الله باش لا فينال حتى هي نتوجوا بها. امور ما تكون صعيبه بكل صراحه. ما عنديش منتخب نفضلوا على منتخب السعودي معروف، منتخب نحترمه ونعزه، بلد نحترمه ونحبه، بلد كرة القدم. لا كنا نلعبوا ضدهم ما تكونش مقابلة سهلة. المنتخب الأردني نفس الشيء، بلد نحبه ونعزه ونحترمه، منتخب مؤهل لكأس العالم على غرار المنتخب السعودي. وهنا كتبان مرة واحدة أخرى الرجال كيف ما ذكرتي باش أنهم في الظروف مغايرة تماما على هاد الجوج اللي دابا غادي لا فينال. احنا يعني بعاد كل البعد عليهم، لا من ناحية الوقت ديال العمل ولا من ناحية حصص التدريب ولا المقابلات ولا هما منتخبات اللي مجموعين مع بعضياتهم، كان عندهم متسع من الوقت، مؤهلين لكأس العالم، لعبوا مقابلات، خارجين من مقابلات ديال تأهل لكأس العالم، يعني عندهم بزاف ديال لي زافونتاج. فلهذا كنقول بأنه يعني حرق المراحل اللي خدمنا مع الرجال هادو فين وصلونا، ما يمكننا اننا كل مغربي الا انه يكون مفتخر بواحد من افراد هاد المجموعه هذه وهاد الرجال اللي كاينين. فاكيد انه نبغي جمال يكون معنا بطبيعه الحال ونكونوا في النهائي، بحكم اننا كنبقاو اطور مغربيه. والا كنا بالاثنين على راس المنتخبات ديالنا في نهائي من هذا الحجم واللي
كانت بطولة كبيرة وجميلة بزاف وبمستوى رائع كبير. ما يكون الا شرف وشيء طيب للاطار الوطني، واللي كنأكد عليها اللي ما جاتش فقط من محض الصدفه، جات بتضحيات، جات بعمل، جات باخلاص، وجات بحب للرايه والوطن. شكرا. Je pense que comme ça je vais répondre aussi en français. Je pense que les points forts, les points faibles, ça dépend aussi du scénario du match. Parce que chaque match, on découvre des choses, que ça soit positif ou bien négatif. C'est vrai que on connaît notre groupe, on sait ses points forts, ses points faibles. On est en train d'essayer ou bien on est dans l'obligation de faire progresser les points positifs, les peaufiner et diminuer ou camoufler le plus possible ou corriger aussi nos points faibles. Mais chaque match, on a des nouvelles données. Et là-dessus, on essaie aussi de travailler et de corriger ou bien de les peaufiner. Et je pense que c'est le rôle d'un coach, c'est le rôle d'un groupe au sein d'une compétition pareille, essayer de progresser jour après jour. Et c'est ce qu'on est en train de faire et c'est ce qu'on a fait montrer. Je pense on monte crescendo, comme on dit. Chaque match, on est meilleur dans tous les aspects. Et c'est une chose très très importante quand une équipe arrive à match après match, arrive à monter en puissance. Je pense que c'est très très important. Et je ne peux qu'être satisfait de mes hommes pour leur cœur, pour leur abnégation, pour leurs efforts fournis sur le terrain, et pour leur discipline en dehors et sur le terrain. Et je ne peux qu'être fier d'eux. Et j'oublie pas aussi que de parler du public. Je dis toujours qu'on a le meilleur public du monde. Vous avez vu comment il nous a soutenus aujourd'hui, comme les autres derniers matchs. On est fiers d'avoir un public pareil. Merci. وطبعا اول حاجه الجائزه راه ماشي غير ديال المساوي، الجائزه ديال الفريق الكامل، حيت كانت كتعطى لجميع اللعابه. راه طبعا راه تعطى لجميع اللاعبين ديال المنتخب. بالنسبه لتمريرة الهدف قبل ما يوصلني كنت في الجهه ديال الكوتش. قبل ما توصل لي الكره اول كلمه سمعتها من عند الكوتش هي سونطري ديريكت. غير درت كونترول، حاجه طبيعيه، حيت هادشي ما كيجيش وحده، كيجيب بالخدمه في التدريب. الحمد لله هادشي عطى الاكل ديالو. كنبغي نشكر سي طارق اللي كيخدم معنا ليل ونهار، وكنشوفوه حنا ماشي كمدرب ديالنا، كنشوفوه كأب ديالنا، كأخ ديالنا، اللي كيعطيك الثقه، اللي كيعطيك واحد كونفيونس ما نقدرش نوصفها. كنشكرو من هذا المنبر، وكنشكر 23 لاعب ولا 26 لاعب اللي معنا. كنقول لهم راه ماشي لعابه، حنا راه كاريي. طبعا حنايا راه محاربين في وسط الحرب، وان شاء الله يا ربي الحبيب جينا على هدف واحد، اننا ان شاء الله نرجعوا للمغرب، نرجعوا بلا كوب. هذا هو الهدف الاول والاخير ديالنا ان شاء الله. شكرا. بالنسبه للسؤال على المدرب ديال المنتخب الاماراتي، كنظن بان انا شفت مقابله اخرى بكل صراحه. يعني الا كان يمكن واش كيهضر على ذاك المقابلات، بالعكس انا شفت المنتخب المغربي مسيطر في الشوط الاول، شفت منتخب مغربي في بدايه الشوط الثاني ممكن كانوا افضل منا، مي لو فوتبول كانوا افضل منا في واحد الشق من الشوط الثاني. في البدايه انا ما كنظن واحد 15 12 دقيقه الاولى، وهذا طبيعي لان هما خصهم يرجعوا في المقابله، راه حنا اللي منتصرين. من واحد الناحيه واحده اخرى كاين كذلك دائما كره القدم فيها لو طون فور ولو طون فيبل. في لو طون فيبل ديالنا بقينا متماسكين، وهذه كذلك تحسب للرجال
وتحسب للطاقم التقني ان يكون عندك واحد الفريق اللي في لو طون فيبل ديالك انك تبقى متماسك وما يتشجعش عليك. يعني في ذاك ال 15 دقيقه يعني كنظن من بعد الامور ولات مسيرين احنا بالطريقه اللي بغينا بالشكل اللي بغينا، درنا التغييرات اللي بغينا، ما كانش الخطوره، ما بقاش كيف ما كانت في 12 او 15 دقيقه الاولى، وتمكنا من تسجيل الهدف الثاني وتمكنا من تسجيل الهدف الثالث. كنظن لانه لو سيناريو كذلك كيحتم عليك باش انك تتعامل بطريقه مغايره. لهذا فكنقول لان قبل من المقابله كنت قلت بان المقابله اللي كاد يكون ذكي في التعامل مع مجريات المقابله، المنتخب اللي يكون اذكى من الاخر في التعامل مع مجريات المقابله في قلب المقابله هو الذي يظفر بالمقابله. وكنظن بان المنتخب في الوقت اللي كان خصو يهجم هجمنا وشجنا، والوقت اللي كان خصنا ندافعوا دافعنا وخلينا الفريق الخصم يكون ما عندوش اسلحه باش يسجل، لان يمكن لا هذه المقابله اللي شتي له هو شاف مقابله اخرى، فهذا من حقه. شكرا. اولا يعني باش نسمع من شخص بحالكم وتجربتكم الكبيره في ميدان الصحافه وصيتكم الكبير والمحترم وتقول عليا اشياء كهذه، ما يمكن لي الا اني نكون متشرف، وما يمكن لا انها تعطيني الا دفعه معنويه كبيره باش نزيد نكون عند حسن الظن ان شاء الله للجميع. لان المقابله اللي نخوضوها في النهائي اكيد انها كتلعب على جزئيات، واكيد انها مقابله كتكون مغايره. النهائي ماشي هو الدومي فينال ماشي هو الكارت فينال ماشي هو دور المجموعات. يمكن لو صور ديال عبد ربي كيف ما ذكرتو دائما كنخدم في لا ديفيكولتي. يعني فاش مشينا لي جيو الحمد لله درنا واحد لا ميداي اللي كانت هيستوريك، الحمد لله اول مره في التاريخ ديال العرب في كره القدم، وين ميداي اولمبيك ما كانتش سهله مع منتخبات اللي قويه في محفل كبير، وصعوبات كذلك اللي كانت عرفنا كيفاش نتعاملوا معها. الشان نتوما عرفتوا عاوتاني الامور كيفاش كانت مره واحده اخرى. ما كانش عندي الحظ باش انني ناخذ فريق اللي الامور سهله باش انني نمشي ندافع على الحظوظ ديالنا، وانتم عارفين الامور كيفاش مشات حتى لاخر لحظه اسبوع باش اننا غيرنا المجموعه كامله ومشينا توجهنا. فربي كذلك وفقنا بالطريقه اللي جارينا بها المجموعه. الان نفس الشكل الصعوبات في الاول زادوا علينا لي بليسور، اشياء كثيره اللي جعلتنا اننا العياء ديال اللاعبين، المجيء ديال اللاعبين من بعيد، اشياء كلها صعبات الامور. وفي خضم ما نساوش على انه واحد المنافسه اللي كنقول بانها قويه والكل يعني متفق معايا. لماذا؟ لانه عندك جوج ديال الاشياء، جوج ديال النقط، وهذه نقطه مهمه نقولها، جوج ديال النقط يعني واضحين في هذه المنافسه. يا اما منتخبات مؤهله لكاس العالم وكتشوفها فرصه من اجل التجهيز بافضل طريقه ممكنه لكاس العالم، وهنا فين كاين الصعوبات المقابله للاعبين متحمسين 3000% حيت كيلعب بلاصتو في لاكوب دي موند، او لا كتواجه منتخبات اللي يلاه خارجه بخيبه امل من الجمهور ديالها بعدم لا كاليفيكاسيون ديال كاس العالم، وهذا هو يعني باش يردوا الاعتبار الرسوم. فهذه نقطه مهمه اللي جعلت ان كنشوفوا هذه النديه هذه كبيره، وهذه القتاليه وهذا لو نيفو هذا اللي كاين في هذه المنافسه هذه. فكنظن بالنسبه لي يعني الفارق في هذا الشيء هذا كامل اللي كيجعل ربي يوفقني ويوفقنا كاملين هو ان عندي احترام كبير للاعب. لاعب كرة القدم عندي احترام كبير له، لعبت كرة قدم متواضعة فكنعرف ما معنى تكون لاعب كرة القدم، فعندي واحد الاحترام للاعب كرة القدم ما يمكنلكش تخيلوا. وكنتعامل معه بواحد الحب صادق وبواحد الاحترافية كبيرة. هذا المثلث هذا هو اللي الحمد لله كيجعل انه حتى داك الفيدباك من عند اللاعب تيكون ايجابي كثير، وكنمشيو للمبتغى ديالنا باحترافيه وبانسانيه وباحترام. يمكن هذه الاشياء اللي رغم الصعوبات ربي كيوفقني باش اننا كننجحوا في هاد لي ميسيون هادو بثلاثه رغم الصعوبات ديالهم.
ف مرة واحدة أخرى كنتمنى من الله نكونوا عند حسن الظن ديالكم. المقابلة اللي جاية لا فينال غتلعب بجزئيات، وهذه نجهزوا لها عاوتاني مرة واحدة أخرى بالطريقة التي تليق، ونتمنى من الله باش نتوفقوا إن شاء الله ونكونوا عند حسن ظنكم.